لسه مش هنعرفها برضه. اسكتي خالص، ما تقوليش يبقى ان يا انا جماعه جاوبت. شكلها ليها علاقه. مي مي. نعم. طيب لو انا فاتحه براند جديد آه. خالص بقى، ما عنديش اي حاجه، اختار جمهوري اصلا من الاول ازاي؟ يحدد التارجت بتاعي. انا حاسه الناس هتزهق من اجابتي، بس هي بتختاري. بصي، احنا لما بنيجي نفتح حاجه اصلا دلوقتي، مش بقول مثلا والله انا عجبني المج ده مثلا فانا هعمل براند مجات. هل اساسا في الماركت ناس محتاجه الحاجه دي؟ فتعالي كده نبص كده حوالينا. والله الناس في الشغل بتحب يبقى ليها مج كاستمايز تيجي الصبح تشرب فيه. المامي بعد ما بتنزل ولادها بتبقى عايزه تاخد كده كورنر كده بعد ما بيروحوا المدرسه، اللي هي الامراه اللي مش عامله يعني، وتشرب في مج كاستمايز دي يديها احساس ومود معين. يمكن الموضوع يبقى ليه علاقه شويه بالستات اكتر من الرجاله. بصي احنا بنتكلم ازاي، ده كده consumer behavior analysis. احنا اوكي. بنانلايز كده الدنيا. ففي نيد في الماركت. طب انا هتريجر النيد دي بوانت شكلها عامل ازاي؟ يعني ازاي هخلق عندك ان انتي فعلا محتاجه المج بتاعي انا، ايه الفاليو اللي انا هحطها في المج بتاعي انا يخلي سما النهارده لما تفكر تشتري مج تكلم مي او تشتري من البراند دي بقى حته بتحتاج اناليسز قوي ديب قوي في الكونسيومر عشان تقدري تخلقي له حاجه مختلفة عن بقية البراندات. ودي الإدج اللي احنا بنقول عليها، لو أنا الإدج بتاعتي كذا فأنا هروح عشان الديزاين بتاعتهم مختلف، عشان بيكستمايزوا مثلا بالصور، عشان بيحطوا الاسم على وات ايفر بقى الإدج بتاعتك عاملة ازاي. فهي الحكاية بتبدأ من الكونسيومر. أشوف الأول الماركت في نيد، عشان أصل احنا محدش بيخلق النيد، بس نبقى متفقين في نيد إن احنا بنلعب فين في الوانت، بنخلق الوانت او بنتريجر كمان الوانت. خلاص، فبتبدا من هنا. وانس ان انا عرفت مين الكونسيومر بتاعي، هبدا اجاوب على سؤالك اللي هو كان مين الجمهور هختاره ازاي؟ خلاص انا اخترت الجمهور قبل البرودكت اصلا. فهمتي؟ اوكي. فانا لقيت نيد في الماركت، عملت تريجر للوانت اللي موجوده، حطيت ادج، فاقدر ان انا تارجته بمنتهى البساطه. فبختاره بناء على فين الجاب. فاهمه؟ انا دلوقتي عايزه اعمل كذا، هل في نيد؟ في جاب فيها، في وانت انا اقدر اتريجرت، في ايدج انا اقدر اضيفه، يلا جو اهيد. لكن ما تروحيش تعملي المج وبعدين تقولي مش عارفه ابيعه، الديزاينز مش عاجبه الناس، عشان انتي ما بداتيش من كونسيومر. اوكي. فدلوقتي بقينا بنشتغل بالعكس، ما بقيناش نشتغل برودكت، بقينا نشتغل كونسيومر بيهيفير اناليسيس وبناء عليها اكستمايز البرودكت بتاعي. ده ليه علاقه بالفور سيز اللي احنا ما عرفناش لغايه دلوقتي؟ لسه مش هنعرفها برضه. اسكتي خالص، ما تقوليش يبقى ان يا انا جماعه جاوبت. شكلها ليها علاقه. خلاص اتفقنا.